أيوه واحد السلام عليكم يا المتتبعين ويا المشاهدين. الفنان حاتم عمور طلق مراته ولا هي اللي طلقاتو، الله أعلم. المهم بحال دابا كي كتطلق المرا كي كيطلق الراجل، ما بقاش الفرق بحال زمان، الراجل هو اللي يطلق المرا. بعض المرات كيطلقها وهي ما في راسها ما يتعاود، هي في دار باها ولا في دار اختها، حتى كتجيها البرا ويقولوا لها نوضي راكي مطلقة. ايوا تبدلات الوقت، الحمد لله على كل حال. المهم خوتي وخواتاتي، خرج الفنان حاتم عمور بلسانه بشحمه ولحمه. خرج في واحد الفيديو مع واحد الصحفي مشهور ومعروف، تيسول فيه وتيقول ليه: يا حاتم عمور يا الفنان المغربي المحبوب، واش بصح انت مطلق مراتك ولا غير ناس كيكذبوا عليكم وحاطين خبر طلاقكم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ وبطبيعة الحال حاتم عمور ما غاديش يكذب، قال ليه بالفعل راه تم الانفصال بيني وبين الزوجة ديالي. حاليا انا راني بوحدي وهي مع وليداتها. وصراحة حاتم عمور هدر على الزوجة ديالو بكل احترام، قال أن بيناتهم المودة والرحمة وبيناتهم الوليدات، وغادي تبقى علاقتهم علاقة أصدقاء، يبقوا محتارمين بعضياتهم، يعني يبقى الطلاق يكون باحترام، ماشي شد لي نقطع لك ويتضاربوا بعضياتهم على ود الولاد ولا بحال داكشي اللي كان شحال هادي. دابا لا، واخا كيطلقوا كتشوفوهم في الآخر في شي حفلة مجموعين بحال داك المغني المصري اللي طلق مراته، دارت عيد الميلاد لبنتها وجا حضر معاها في عيد الميلاد وهما مطلقين، هادشي كيعتبروه عادي. المهم الخبر ديال الطلاق ديالهم راه فعلًا خبر صحيح وماشي كدوب كما كانوا كيعتبروا شي وحدين وكيقولوا أنه الخبر ماشي صحيح. لأنه كان حاتم عمور غير كيحط هكا شي هدرة كيمعني على مراتو، داك الشي باش عرفوا الناس أنهم طلقوا. ولكن اليوم عاد خرج بالتصريح نيشان وقال أنه انفصل على الزوجة ديالو، اللي كانت مراتو بطبيعة الحال كانت مديرة الأعمال ديالو. واش غنقول لكم، الصراحة الطلاق شي حاجة خايبة وخايبة بزاف، خصوصًا ملي تيكونوا الوليدات. ولكن الله يسهل عليه، الله يعوضو خير، وهي الله يعوضها خير. إلا ما كانوش متفاهمين راه ربي دار الطلاق باش كل واحد يرتاح، والله يكون في عوان دوك الوليدات مساكن هما اللي غياكلوا الدقة في قلبهم.